عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة في كل بيت وفي كل مكان وفي كل محافظة، طلاب سينيور 1. النهارده يا سادة يومنا على غير العادة، النهارده مفاجأة عليها سكر زيادة. النهارده إن شاء الله بإذن الله حصتنا وحلقتنا الأولى لحل أسئلة الوزارة وهي أسئلة التقييمات. مش هسيبك، أنا قلت لك أنا هفضل هناك ومستنيك وهفضل هنا وهفضل في كل مكان، هفضل وراك لحد ما أوصلك للقمة. أنا مش هسيبك غير لما أخليك في التوب، وأنت في الفيرست لاير عندنا. انت يعتبر بالنسبه لي من اهم الناس. ما حدش يقول لي اصل انا سينيور 1 وانت مهتم بسينيور 3. لا يا بابا، سينيور 1 سينيور 2 سينيور 3 كلكم في نفس الاهميه، كلكم بتاخدوا نفس المجهود. ومش انا بس اللي بتعب، ناس كتير ورا الشاشات بتتعب. مش شرط ان يبقى الشخص اللي انت شايفه بس هو اللي بيتعب، في ناس كتير بتقوم على هذا النجاح. فخلي بالك، لازم انت تبقى واحد من التيم ده، لازم تبقى واحد مننا عشان تثبت لنا قد ايه ان احنا تعبنا معاك وانت حاولت ترد لنا ده بدرجه كويسه. فانا بقى الناس لو سمحت، النهارده ان شاء الله باذن الله حصتنا الاساسيه لحل التقييمات واسئله سواء ويكلي او مانثلي، وتوضيح وشرح افكار جديده. فانا بعمل كل ده عشان في الاخر اوصل لبيتك وحضرتك تقول شكرا جدا ودعوه جميله منك. مش طالب منك غير انك تركز، ورقه وقلم، هنقول كام معلومه جديده بسرعه وبعد كده نبتدي حصتنا. شباب، معلومات سريعه بس كده نبقى عارفينها. اول حاجه، كلمه ايكو سيستم يعني نظام بيئي مغلق. يعني ايه؟ يعني الصحراء دي تعتبر ايكو سيستم، نظام بيئي، في جواها جمال، في جواها الرمله بتاعتنا طبعا، في جواها سحليه، في جواها تعبان، في جواها قرش. تقول لي انت قرش منين؟ ما هو الايكو سيستم ده حاجه خاصه بالبيئه اللي فيها، بالكائنات اللي فيها، فدي اسمها ايكو سيستم. طب لما اجي اقول لك مثلا البحر، ما هو البحر بالمحيط بالحوت بالقرش بالشعاب المرجانيه، ما ينفعش ليه شعاب مرجانيه مثلا في السماء، يبقى ده اسمه ايكو سيستم، نظام مقفول. ادي واحده. لما حد يقول لك كلمه بايوتيك وحاجه اسمها بايوتيك، بايوتيك يعني حاجه بيولوجيكال فيها ليفنج اورجانيزم، حاجه فيها الروح، زي الانيمال والبلانت والهيومن والمايكرو اورجانيزم، كل دي حاجات حيه. اما بايوتيك يعني نون بيولوجيكال، حاجه ما فيهاش الروح، زي مين؟ زي اللايت والووتر والاير والساند. طب جميل. لما حد يقول لك كلمه انفايرومنت، كلمه انفايرو هي كلمه فرنش اسمها انفايرو. انفايرو هي عباره عن كلمه فرنش فرنساوي بنقولها معناها سراوندنج او كل اللي حوالينا. منت هي حاجه بتخلي الموضوع يبقى اسم. كلمه منت حاجه في الجرامر بيخليها اسم، انفايرومنت خليتها اسم. خلاص؟ يبقى ده سريعا كده للمعنى العام، ويلا بينا نبتدي الحل يا رجاله حلوين. توكلنا على الله. السؤال الاول بيقول لي continuous change between three states of water on earth's surface in a closed system is called. باشا، لما الميه تتحول من الحاله الليكويد للحاله الفيبور يعمل ايفابوريشن، بعد كده يعمل كوندنسيشن، برسبتيشن، ريننج، فول، وبعد كده بعد ما يحصل فول ريننج ينزل يتحول ايس، وايس على الجبال ينزل، وهكذا ويفضل يلف ما يسيح. ماشي، يحصل له ميلت. كل ده اسمها هيدرولوجيكال. هيدروسفير اسمها هيدرولوجيكال يعني جايه من الميه. The percentage of the salty water عبارة عن كام في المية؟ المية المالحة بالنسبة للأرض كلها 97%. جميل أوي. اللي بعد all the following، طبعا عارفين 97% وفي 3% ميه عذبه متقسمين 2% ميه متجمده و1% ميه فريش، عشان بس منها قلناها كلها. اللي بعده قال لي all the following from the biotic. كلمة biotic يعني الحاجات الحية اللي فيها الروح. environment except ايه الحاجات اللي ما فيهاش الروح؟ الانيمال فيها الروح، بكتيريا فيها الروح، بلانت فيه الروح، اللايت ده حاجة غير حية. اللي بعده يقول it is where the living organism are found on above or below the earth surface. ايه الليفنج اورجانيزم اللي موجود اول حاجة فوق وتحت الارض وعلى ايه ده؟ مين ايه ده؟ وير ذا ليفنج اورجانيزم ار فاوند، المكان الليفنج اورجانيزم الموجوده فوق وتحت، ما ده اسمه الغلاف الحيوي. كان عندنا غلاف الارض، الارث نفسها اللي هو الارض اللي هي الصلبه، الحاجه الخشنه، الحاجه الرجت الطف، دي اسمها ليسوسفير. والغلاف الجوي اللي فيه بقى السحب والطبقات دي اسمها اتموسفير. طب والغلاف المائي هيدروسفير او هيدروجيكال سفير. طب هنا الغلاف الحيوي اسمها بايوسفير اللي فيه الكائنات الحيه. اللي بعديه it is planet of the gas that surrounding the earth hit near to the surface of the planet by the earth and the gravitational attraction. يا ترى هل ترى ايه الغازات اللي فيه جزء من الغازات موجود حوالين كوكب الارض، مسحوب من الارض بس موجود حواليها؟ من الغازات؟ غازات يبقى اتموسفير.
اللي بعديه it is a process in which the water liquid converted into vapor. يبقى water تتحول vapor، خلاص التبخير من liquid لvapor اسمها evaporation. يبقى الإجابة C. اللي بعده it is a process in which the plant released excess water through stomata. بص النبات أو ورقة الشجر بيكون فيها فتحات أو مسامات زي الإنسان. أنا راحت فين؟ أهي زعلانة مني ولا؟ فتحات او مسامات زي الانسان، زي جسم الانسان كده. بيبدا ان هو يعمل النبات، اسمع بقى، يبدا ان هو يطلع الميه اللي عنده زياده. طب ده ليه فايده؟ طبعا. الفايده بتاعته ان الراجل الطيب ده بيبقى عنده حاجه اسمها ستم. اللي هو ايه الستم ده يا رجاله؟ الساق. الساق ده يقدر منه ان هو واحد يعمل عمليه سحب للميه والأملاح المهمة، وبيعمل طرد للمية لما يطلع بالورقة بقى الزيادة، ركز كده، وبيعمل تبريد لجسمه، وبيطرد المواد الضارة، لكنه بيعمل اكسكريشن. طب ما كل ده بعمله من فتحات اسمها استوميتا، فبكده هو بيعمل عملية اسمها ترانسبايريشن والتي تسمى بعملية النلح. خلاص فين بقى الايه؟ سؤال كام؟ سؤال كام؟ سؤال 7. دي ترانسبايريشن تبقى الإجابة بي. اللي بعديه an increase in the rate of the transpiration in the plant is directly affect the water cycle in the nature through. يا ترى زيادة الترانسبيريشن يعني زيادة خروج بخار من المية أو زيادة بخور المية من خروج المية من النبات. جميل. بيأثر على دورة المية في إيه؟ يلا بينا. هل reduce the rainfall؟ طب ما أنا لما أطلع بخار كتير هيكون سحب كتير وينزل أمطار كتير مثلا، يعني يبقى دي غلط. كلمة reduce يعني يقلل. increase the water vapor in atmosphere صح، بس عايز اكمل. reduce the rate of evaporation ازاي يا باشا؟ ما انا بطلع بخار. fixing the carbon dioxide level، هل ده بيظبط الكربون دايوكسيد؟ ملوش علاقه برضو. يبقى الوحيده الاكثر اقناعا هي الاجابه بي. اوكي يلا بينا على اللي بعديه. شباب في اللي بعديه بيقول لحضرتك a figure shows the percentage of distribution of the lithosphere and hydrosphere. طبعا الشكل ده ليثوسفير وهيدروسفير. طبعا من غير ما افكر احنا عارفين ان معظم كوكب الارض عباره عن ايه؟ معظم كوكب الارض عباره عن ميه. يبقى احنا بنقوله 70% ميه 30% ارض. وبعد كده مطلع من الميه ومقسمها لك لميه كتيره وميه قليله. الميه الكتيره دي بقول عليها يا رجاله ان هي سولتي، ميه مالحه. كام في الميه ميه مالحه يا رجاله؟ كنا بنقوله 97%. و3% دي ميه عذبه بقول عليها فريش بيور ووتر. جميل. قال لي ايه؟ يبقى ايه هي الليثوسفير صح. بي هي الهيدروسفير. فريش ووتر لا، ليثوسفير لا، هي هيدروسفير. قلنا فريش ووتر لا، ماشي. سي هي السولتي ووتر. فريش ووتر لا. بص انا عملت ايه؟ انت لغيت ده ولغيت ده عشان ضربت واحده اكس بس، ولغيت ده. مين اللي اتبقى لك؟ اهو اللي اتبقى لي اخر واحده. يبقى الاجابه الصح هي الاجابه دي. بص بس عشان النجمه ما تسرحش، الحته اللي اتضرب فيها اكس ترجيها كلها. جميل قوي، جميل جميل جميل. اللي بعده which of the following represents the greatest source of water on the earth surface؟ ايه المصدر الاساسي للميه؟ اكيد الاوشن ده اكتر حاجه فيها ميه. ما تجيش تقول لي جراوند ووتر، لا. ما تجيش تقول لي فريش ليك وفروزن، كل ده لا. الاوشن هي تعتبر اكبر مصدر او اكبر مكان بيكون فيه الميه. جميل. which of the following is not related to the hydrological cycle؟ يعني hydrological هي معناها الميه. ايه الحاجه اللي ملهاش علاقه تماما بدوره الميه؟ ماشي تعالى نشوفه. the water move through many pathway. وعايز حاجه not related، خلي بالك ها. ولا the living organism have essential role in it، يعني الكائنات الحيه بتعتمد عليها. هو الاثنين دول صح. keep the stability of the earth's surface. ولا it is nearly closed system صح. طب استنى،
يعني ايه keep the stability of the earth؟ بتحافظ على طبقه الارض. ايه علاقه طبقات الارض او السيرفس سطح الارض بدوره الميه؟ يبقى الوحيده اللي ملهاش علاقه منطقيه هي الاجابه سي. اللي بعديه which of the following is a consequence of the transpiration through the hydrological cycle. خلي بالك بقى هنا، قال لي يا مستر مين في دول which of the following is a consequence for transpiration through hydrological cycle؟ يا ترى الترانسبيريشن انه عمليه في السايكل. ما السايكل فيها evaporation، condensation، precipitation، rainfall، كل ده موجود خلاص. يبقى ايه الحاجه اللي شبه كلمه ترانسبيريشن؟ يعني النتح يعني النبات من خلال الاستوميتا يعمل ايه؟ يطلع الفيبور. كلمه خروج الفيبور ده يبقى انا بعمل evaporation. يلا بينا على اللي بعده، وركز واكتب ورايا كل كلمه بقولها. شباب حبايبي يلا بينا نركز كده في المكتوب. بيكتب لي هنا ايه؟ What is the main process responsible for transformation of the water from the liquid state to the gas state؟ موضوع لذيذ، ازاي احول من الحاله الليكويد للحاله الجاز. بس كده. يبقى انا العمليه اسمها evaporation. تبخير. بس خلاص. اللي بعده Why is the water cycle considered the most closed system؟ ليه؟ باشا احنا الميه مثلا لو بدأنا ان الميه في الحاله السوليد مثلا عند التلج، فالتلج اهو ايس اهو هيحصل له عندي هنا مثلا عمليه ميلت، هيتحول ووتر في الحاله الليكويد مثلا في السي او الاوشن او ايا كان يعني، وبعد كده هيبدا ان هو يتعرض للحراره فيحصل له evaporation فيتحول للميه في حاله الفيبور، وبعد كده تبدا ان الميه ترجع تاني للدوره، ان يحصل حاجه اسمها condensation او rainfall. لما الامطار تنزل يا اما تنزل على هيئه ليكويد فتنزل عادي في البحر تاني، يا اما تنزل على هيئه ما يسمى بالسنو، ودي لو كانت في الكولد اريا. اصبحت الدوره مقفوله. خلي بالك نزول امطار بنقولوا عليها precipitation. ادي يا عم كده اصبحت ايه الووتر في السايكل عند حضرتك، الوزن بتاعها او حجمها كونستانت بالنسبه لي، ما بيتغيرش. ليه؟ طالع نازل طالع نازل طالع نازل. اوكي، عندها كونستانت ماس. خلاص، يبقى تاني كونستانت فين يا رجاله؟ في الماس. اللي بيحصل بس هو ان بيقابلنا تشينج، تغير في التمبريتشر اور الانرجي. ده اللي بيحصل، تغير في الطاقه بقى، سخن ساعه ايا كان. اللي بعديه What is the importance of transpiration for the plant؟ قلت لك يا باشا اي نبات عنده فتحات اسمها ستوميتا. طب هو بيعمل ايه؟ بيطلع الميه الزياده اللي عنده عن طريق الترانسبيريشن، فهو يقدر من خلال ما يسمى بالستيم اللي هو الساق، يبدا ان هو يعمل ابزورب او حاجه اسمها بول اب الووتر. فواحد لما سحب، كلمه بول اب يعني بيسحب، لما سحبت الميه فالاكسترا او الاكسس ووتر، الميه الزياده بعمل لها جيت اوت، بطلعها بره. ادي واحد. انت بتعمل كولينج داون او بتعمل ديكريز في التمبريتشر، درجه الحراره بتاعت النبات، بحيث النبات لو تعرض للحراره عاليه يعمل ترانسبيريشن فيبدا ان هو يخفف من حرارته. زي ما حضرتك لما بتعرق، لما بتجري، العرق ده عشان يبرد جسمك، ببرد جسمك. جميل. وفي نفس الوقت ساعات في الارض بيكون في سولت ووتر،
ميه واملاح. فسيادتك لما بتطلع الميه اللي هنا، لما سيادتك بتعمل جيت اوت ووتر عن طريق الترانسبيريشن، النبات بيعمل ايه لوحده اوتوماتيك؟ بيعمل ابزورب لنيو ووتر اند سولت، بيسحب الميه والاملاح تاني. الامبورتنت طبعا المهمه اللي هو محتاجها. ده كل ما يقال عن الجزئيه دي. بول اب ذا ووتر سولت فروم ذا روت تو ذا ليفز. جميل قوي. هو بيسحب الووتر والسولت منين؟ فروم الروت، من الجذور، تو ليفز اللي هي الايه؟ الاوراق. جميل. كده انت اخدت كل المعلومات عن عمليه ترانسبيريشن وايه فايدتها. يلا بينا على اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لي ديسكشن ذا كونسبت اوف انفايرمنت. باشا لسه جاي كلمه انفايرمنت، هتقول لي كلمه انفايرو هي عباره عن فرنش وورد، كلمه فرنسيه تعني كلمه سراوندنج. كلمة فرنساوي معناها السراوندنج أو everything around، أي حاجة حوالينا يا معلم. وقلت لك كلمة منت هي حاجة خلتها اسم، حاجة حولت كده كأنك بتحول الفيرب الاسم، environment. جميل. اللي بعديه the component with example its component. اوكي، ايه مكوناتها؟ بص يا باشا، الانفايرمنت فيها حاجتين، فيها حياه بايوتيك وفيها حاجات ابايوتيك. الحاجات البايوتيك هي الحاجات الحيه، لسه قايلينها حالا. زي مين؟ دي الحاجات البيولوجيكال. اما هنا النوت بايولوجيكال، الحاجات الغير حيه. الحاجات الحيه زي ايه؟ ولا مثلا زي الهيومن، زي الانيمال، زي المايكرو اورجانيزم، كل ده حاجات حيه. الحاجات الغير حيه زي مين؟ زي الساند، زي اللاند، زي السي، زي الووتر، زي اللايت، كل دي حاجات غير حيه. جميل. ذا تايب اوف سفير. بس كده اول حاجه عندنا هيدرو سفير. لمبي بالله عليك سمعني حاجه اسمها ايه؟ هيدرو سفير. وبعدين عندنا ليسو سفير. حلو قوي. وعندنا بايو سفير. وعندنا اتمو سفير. كل دي انواع من انواع السفيرز اللي عندنا، بايو سفير، هيدرو سفير، ليسو سفير، اتمو سفير. اوكي جميل. دي السفيرز اللي عندنا، بس في سفير زياده عايزك تبقى فاكرها معايا ودايما عمرك ما تنساها، ودي حطها في بالك بس وفي عقلك مش اكتر. اسمها كرايو سفير. خليك عارفها بس. ده الغلاف الجليدي. يلا يا عم، يلا بينا على اللي بعده. يلا بينا يا شباب. اللي بعده هنا بيقول ايه؟ بسم الله. ذا ووتر كفر اباوت كام في المية من الايرث سيرفيس؟ الميه بتغطي قد ايه؟ هنلاقي ان الميه بتغطي 70% من الارض. جميل. 70% ارض، 30% 70% ميه، 30% ارض. The percentage of fresh water is about not from all the water shape. هنا بيسأل على الفريش بالأخص. خلاص؟ لو جيت سألتك قد إيه فريش ووتر، أكيد مس هتختار لي ال1%، مش هتختار أي حاجة من دول، ما تنفعش. جميل. لأن الفريش ووتر هي تعتبر المية العذبة. هتقولي طب ما هي مثلا 3%، أقول لك ما عنديش اعتراض، أنت صح. بس هنا في متقسم جزء ايس وجزء كان بي يوز باي ذا ليفنج اورجانيزم. قال لي هنا إيه؟ for all the water shapes on the earth surface. هنا قصده بيها بقى الميه التي تستخدم اللي هي 1%. بعدين all the following from the abiotic. كلمة اللي في الأول دي يعني not living organism except. كلهم يعتبروا بالنسبة لي حاجات مش حية. ده مش حي، ده مش حي، السويل مش حي، الوحيد الحاجة الحية عشان في كلمة except، خلي بالك. يبقى الإجابة دي. اللي وراه it is a rigid. كلمة rigid يعني صلبة. روكي، روكي يعني مصلبة وفيها أحجار وصخور. layer of the earth consists of the crust. crust يعني قشرة الأرضية. solid outer moat. مين القشرة الأرضية اللي احنا واقفين عليها الصلبة؟ ليسوسفير. يبقى الإجابة هتبقى ليسوسفير. الإجابة إيه؟ اللي وراه it refer to all
form of the water on the earth. يعني شكل من اشكال الميه على الارض. That includes the surface of the water body, river, ocean, lakes, pond, ground water. كل ده معناه ان هي ايه؟ هايدروسفير من غير ما تفكر. اللي وراه طبعا كلمة فج هنا معناها ضباب. جميل. اللي وراه it is the process in which the water vapor convert into water droplets. المية البخار اللي موجود في الجو بيتحول لنقط مية. البخار بقى مية يبقى condensation. يبقى الإجابة الصح condensation. جميل قوي. اللي بعده قال لي يا مستر عمر which of the following process if stop would directly distribute the water cycle on the earth's surface and its atmosphere. ايه الحاجة اللي لو وقفت الدورة المائية هتتعطل وتبوظ؟ ها قال لي يا مستر هل الايفابوريشن ولا السيرفيس ران اوف ولا السويل انفلتريشن ولا الترانسبيريشن؟ الحاجه البروسيس نفسها الميكانيزم اللي لو عطل كل حاجه الايفابوريشن. ما هي معظم الميه اللي بتتبخر ما هي ايفابوريشن، معتمده على فكره الايفابوريشن. فالايفابوريشن دي ذا مين بروسيس اللي لو وقفت مفيش اي بروسيس هتيجي بعدها لان دي هي الاساس بتاعنا. From the importance of transpiration of the plant. ايه الاهميه؟ يلا بينا. واحد increase the temperature plant. لا. increase the percent of carbon dioxide. لا. help to raising the salt and water to the upper part. طبعا الاملاح والميه اللي موجوده والمعادن اللي موجوده في التربه بتبدا انها تتسحب من خلال الروت عشان تقدر انها تطلع للليفز. هستاذنك بالله عليك تكتب كل كلمه بقولها يا اخي بالله عليك ما تضايقنيش. يلا على اللي بعده. the ratio between the fresh liquid water. خلي بالك fresh liquid water and the frozen fresh water. فروزن وفريش. الفريش 1% والفروزن 2%. لو حضرتك عملت نسبه بينهم يبقى 1 ل2. طب الاجابه 1 ل2. 1 على كلمه بيرسنت اكنك بتعمل كده ديفايدد يعني. فهتعمل 1 على 2 يبقى اديني 1/2. اللي بعده. The figure show the part of the water cycle process. بيقول لي بقى هنا بص كده ده اتبخر عمل سحاب نزل امطار وده عمل ترانسبيريشن نزل امطار ميه مشت راحت اتجمعت وفي جزء من الميه اتسرب تحت. خلاص جميل. ده هنا رقم 1 هي دي. مين دي؟ مين الميه اللي نزلت تحت؟ ايوه عرفتها خلاص بقى يا مستر انت هتهزر ولا ايه؟ اسمها جراوند ووتر. فين الجراوند ووتر؟ هي فين؟ يبقى هي ذا فورم اوف جراوند ووتر. بي. اللي بعديه which of the following is not from the nitrogenous waste. ثانية واحدة بقى. الخلية بتاعت النبات الإنسان بتاعت حمو القرني شبه المصنع فاكتور. دي مين دي يا معلم؟ دي السيل الخلية. الخلية بتاخد مننا إيه؟ بتاخد من حضرتك كذا حاجة. أولاً الخلية فيها طبقة من بره اسمها عندنا ممبرين. والطبقة دي بنقولوا عليها سيمي عشان تقدر إنها تخرج وتطلع اللي هي عاوزاه. ماشي. خلاص بنقول عليها سيل ممبرين. تسحب ايه؟ بتسحب ميه وبتسحب اكسجين. دي الخليه. متفقين؟ متفقين. يبدا ان بقى جواها بقى ميتوكوندريا جواها كلوروفيل جواها حمو القرني جواها مصنع جوه الخليه يشتغل ياخد بقى الميه وياخد ايه؟ وكمان ياخد الفود. انا اسف. يلا خلاص كل ده يبدا ان المعلم يشتغل فيطلع لنا من هنا يقول لك انا هطلع كربون دايوكسيد وويست يعني ايه؟ فضلات. وكمان هطلع انرجي عشان الراجل ايه اللي دخل لنا الحاجات دي انا هطلع له طاقه عشان يشتغل. جميل. الويست يعني فضلات. الفضلات اللي طالعه دي اسمها عندي يا رجاله يلا او حتى التويلت او العرق او الكلام من ده اسمه نيتروجينس ويست. واخصهم الحمام بتاع حضرتك اسمه يوريا او يوريا. فهي مواد كلها بتطلع في التويلت يعني. خلاص. او يوريك اسيد بيقول عليها نيتروجينيوس ويست او ماشي كل ده جميل. وساعات يقول لك على امونيا. كل دي حاجات اي حاجه فيها امونيا يوريا يوريك اسيد يورين كل ده فضلات طالعه منك. كل دول يعتبر نيتروجينيوس ويست. مين نوت فورمد؟ يبقى الاجابه الصح عند حضرتك هتبقى نيتروجين جاز. لا انت ما بتطلعش نيتروجين جاز يا معلم. اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لك ذا ليثوسفير اند هيدروسفير كفر ذا ايرث. اخويا كبير لو جيت سالتك
ليسوسفير كام في المية؟ 30%. ها الليمبي بالله عليك ركز في الحته دي. والهيدروسفير كام في المية؟ 70%. فانا هعمل 30 ديفايدد 70 لانه عايز الريشيو ما بينهم. هيبقى الاجابه 3/7. جميل. بالله عليك اكتب كل حاجه. يلا بينا على اللي بعده. شباب بيقول لك what are the biological process that contribute the water cycle. ايه اللي بيحصل؟ يا ترى ايه البيولوجيكال بروسيس اللي يعني بتشغل الووتر سايكل؟ او بص واحده واحده كده بس بالرحمن الرحيم. اللي بتبدا الووتر سايكل حاضر. ترانس بايريشن، فده بيبقى يعتبر هنا في الووتر سايكل. وايه تاني؟ سوري، ريس بايريشن. ما كل ده بص حاجات بيولوجيكال، حاجات حي، حاجات يعني كائنات حيه بتطلع بخار بيخش في الووتر سايكل بقى، بيطلع ميه بيخش في الووتر سايكل، لان هو الكلمه ايه؟ بيولوجيكال بروسيس. وايه تاني؟ وحاجه اسمها اكسكريشن. وكلمه اكسكريشن يعني خروج الفضلات زي النيتروجينيوس ويست اللي قلت لك عليها. اللي ورا طب قولوا اسبيريشن، ما انت ده ما ده ووتر فيبر طالع منك. طب وات ار ذا مين بروسيس ان ذا ووتر سايكل؟ حاضر ماشي. المين بروسيس اول حاجه ايفابوريشن، وبعد كده هنقوله كوندنسيشن، وبعد كده هنقوله بريسيبيتيشن. خلاص بقى ان الميه بتنزل كده معانا. وبعد كده هنقوله ممكن نقوله كمان رين فولينج، يعني سقوط او نزول امطار. ساعات بنقول عليها انفليشن اللي هي رين فول، نزول امطار. كل دي تعتبر من البروسيس اللي بتحصل عندنا اثناء الووتر سايكل. اللي وراه وات مين باي اكسكريشن؟ جيت اوت ويست. زي مين بقى الويست؟ والله السويت ده يعتبر بالنسبه لي ويست، العرق يعني. او بطلع حاجه اسمها نيتروجينيوس ويست. زي مين؟ زي اليورين او اليوريا، دي كلها فضلات طالعه مني. ما انا بطلع الويست الزياده اللي في جسمي هنا. ليه بقى؟ ما دي طلعت ليه؟ ديو تو سيل. السيل بيحصل فيه ايه؟ بتشتغل فيها مصانع اسمها بقى ميتابوليك بروسيس. اللي هي ايه بقى ميتابوليك بروسيس؟ هو الورك، الشغل بتاع الخليه. السيل بتعمل جواها شغل وبتصنع حاجات وتكون حاجات فليها فضلات. اي مصنع بيطلع بواقي، اي محل سمك بيرمي في الاخر الشوك والزفاره بتاعته. جميل. اللي وراه بيقول لي what would happen if the plant can't make the process of transpiration. يا لهوي ايه اللي هيحصل؟ يبقى واحد، هو النبات لو عمل ترانسبيريشن بيعمل ايه؟ بيسحب الاملاح والميه عشان يطلعها فوق. يبقى can't reach، مش هيقدر يوصل الميه والاملاح to upper layer، مش هيوصل الميه والاملاح للجزئيه اللي فوق. ادي واحد. اتنين، يا ترى ايه اللي هيحصل لو النبات معهوش ترانسبيريشن؟ هو بيعمل ترانسبيريشن بيعمل ايه؟ بيعمل كول داون. يبقى can't decrease، مش هيقدر يقلل its temperature، يعني لو الجو حر هيموت محروق، مش هيعرف يقلل درجه حرارته. جميل. حدا شباب نكون تم بحمد الله الانتهاء الرسمي من حل الجزء الأول والسلسلة الأولى والحلقة الأولى من أسئلة التقييمات الشهرية والأسبوعية. لسه الحلقات جاية، لسه الكتير موجود. أنا بعمل كده عشان مصلحتك. ليك حد معانا مش معانا ابعت له ده، ما تخشش الامتحان غير وأنت بتتفرج على الأسئلة. الأسئلة على فكرة مش صعبة زي ما أنا قلت لك، الأسئلة بس محتاجة حد يفهمها لك. فأنا موجود هنا عشان أترجمها لك وأفهمها لك. مش طالب منك أي حاجة غير دعوة حلوة منك. اعرف إن أنا معاك وفي ظهرك ووراك. من قلبي بقول لك عمر سمان، we never give up.